السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. وصفتنا اليوم هي سمبوسة بالجبنة المالحة والنعناع وجبنة البيتزا. هذه عندنا هنا نعناع أني ثرمته ناعم وخلطته وياها قبل لا أصور حتى ما يطول الفيديو عليكم، بس حبيت أراويكم شوية من عنده تشوفونه يعني شلون شكله. هنا بالبداية خلطت الجبنة المالحة ويا النعناع، أخلطها خلط عدل حتى من تكمل أضيف لها جبنة البيتزا بهذا الشكل. هسه من بعد ما خلطناها كلها عدل ويا النعناع ضفت جبنة البيتزا. أي نوع جبن مالح متوفر عندكم تقدرون تضيفونه، أو ما تحبون جبن المالح تقدرون تضيفون أي أنواع الجبن وتضيفون وياها هذه جبنة البيتزا. شوفوا كل نوعية جبنة بيتزا زينة طيبة، مو أي نوعية تقدرون تستخدمونها تخرب عليكم السمبوسة. هنا عندي حافظة ضفت بيها تشيز على مود هذا تشيز يحفظها من الرطوبة مالت الثلاجة وما تلزق وحدة باللخ. بهذه الطريقة اللف، شلون نلف لفة الحبة نلزم الركن مالها ونلفها. هنا أثناء الحشوة ما نسويها، ما نخلي حشو هواية، لأن إذا كثر الحشو لأن هذا جبن يصير طعمه ومذاقه مو طيب ويا تاكل بس جبن ما كأنك ماكل سمبوسة. من تصير شوي قليلة تقدر تاكلها حتى لو خالية بهذا الشكل. وإذا حابين مثل ما تقلونها بالدهن تقدرون تدهنون الخبزة البورق بزبد وشوية دهن تخلون وياه، تذوبون الزبد والدهن زيت تخلطونه وياه أو زيت زيتون وتخلطونه وياه، والنوبة تدهنون العجينة هذه الخبزة وتلفون بيها السمبوسة وتخلونها تجمد. من تطلعونها تقدرون تخلونها بالفرن وتنشوي تصير كلش طيبة، هم يعني تصير صحية. شوفوا هسه هنا سديت عليها تشيز أول شي، والنوبة أسد الحافظة. هنا ما راح تاخذ رطوبة ولا تلزق وحدة باللاخ، تبقى تازة يعني حلوة. تطلعونها وحدة وحدة. هنا من بعد ما طلعتها ورا كم يوم قليتها وهذا شكلها النهائي مع السلطة والزيتون والرمان. وهنا عندنا المعكرونة والدولمة العراقية أكيد، والخبز البيت اللي ما له مثيل. وهذه سفرة إن شاء الله تعجبكم، وإذا حابين وصفة الدولمة حتى نسويها. والف صحتين وعافية.